تحديت أهالي فرسان في موسم الحريد. طيب إيش صار؟ اتحدى اهل جيزان وفرسان وصبيه وبيشه وكل احد جاي هنا انه ياخذ اكثر مني. بداية رحلتنا لجزيرة فرسان أخذنا العبارة الساعة 6 الصباح. الحين احنا من قلب العبار وما شاء الله تبارك الله الاجواء مره حلوه. وصلنا. واخذت لفة رهيبة مرة في جزيرة فرسان مع المرشد السياحي عثمان أبو مهند. وصلت مكان السباق وشريت الشبك والحماس كان جدا عالي. لكن أحيانا الحماس الزايد بينقلب لتوتر. الحين عندنا مسافه جري 700 متر، متخيلين؟ اول واحد ما يدور بس كذا يشيل يعبي على طول. ضربه واحده يمكن يفوز. لا انا 700 متر يا ابوي مره كثير. جاء الوقت المنتظر والقاعدة تقول إذا وصلت بدري حتكسب أكثر. جريت بأقصى سرعتي بس المشكلة إنه اللياقة خانتني شوي. نسيت واحدة هنا والله. مع إني كنت فاقد الأمل لكن الفرحة ما تنوصف مع أول سمكة صدتها. الصراحة المشاركة كانت مرة جميلة وروح الناس كانت مرة رهيبة. للأمانة ما ندمت أبدا إني أخذت مشوار طويل من جدة إلين جزيرة فرسان عشان أشارك في هذه المسابقة. ولاحظت إنه في تحالفات كثير من الشباب، وفي اللي طلع حق عشاه واللي طلع مبروك. موسم الحريد كان شيء استثنائي للأمانة، وأشكر كل القائمين على هذا الموسم. وحاب أقول لكم حاجة واحدة بس، الوعد الموسم الجاي.